أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. النهاردة كلامنا عن منتخب مصر لكرة اليد بتحقيقه التعادل قدام منتخب الدنمارك في بطولة العالم للناشئين التي تقام في مصر في هذه الفترة. طبعا الماتش ده كان ماتش نار جدا، كان ماتش حماسي. بدأ الماتش والفريقين في أول الماتش كل واحد بيجس نبض التاني، بيشوف الدفاع بتاع الفريقين. عندنا لؤلؤ عدلان، دول كانوا اكتر نجمين النهارده متألقين في منتخب مصر. منتخب مصر النهارده بدأ انه جاب الجون الاولاني، اتعادل الدنمارك اتقدم بالجون التاني والتالت، كان متقدم، جبنا الجون التاني وبعد كده اتقدم بالرابع والخامس. بعد الخامس المدرب بتاعنا خد وقت مستقطع. بعد ما خد وقت مستقطع رجعنا بقى، قعدنا نرجع. فضل الماتش ماشي، فرق 2، فرق 3، فرق 4 للدنمارك. خلص الشوط الأول فرق 2. طبعا احنا لينا ذكريات ومقاسي مع منتخب الدنمارك في كأس العالم 2021 اللي كان برضه مقامة في مصر، وكانت أغلب ماتشاتها بتتلعب في صالة حسن مصطفى. في البطولة دي احنا كنا كسبانين وقعدنا برضو ماشيين جون وجون جون وجون لحد اخر ثانية، جبنا جون وفاضل 5 ثواني ونكسب ونوصل لنصف النهائي. غلطة بسيطة من اللاعب عندنا، ضربة جزاء للدنمارك بيجيبها اللاعب بتاع الدنمارك، وبنخش اوقات اضافية بنفضل نلعب، تمشي كورة وكورة لحد ما نوصل ضربات جزاء. طبعا أسطورة الحراسة نيكولاس لاندين كان عندهم الحارس ده قبل إيميل نيلسون، أسطورة حراسة المرمى وأحد أفضل حراس كرة اليد في العالم. صد ضربتين جزاء وخسرنا وطلعنا من دور الثمانية في البطولة اللي كانت على أرضنا. بس المرة دي احنا برضو البطولة على أرضنا ومعانا الجمهور، وهتافات الجمهور مالية الملعب، ترج أرض الملعب. وكل ما منتخب مصر يجيب جون احس بزلزال في الموبايل بتاعي وانا بتفرج على الماتش. انا كنت بتفرج على الماتش النهارده على فكره على الموبايل، ما اتفرجتش في التلفزيون. بحب انا ماتشات الموبايل دي، بتفائل بيه. منتخب مصر مقدم بطوله قويه، واي نعم احنا ما كسبناش النهارده بس اتعادلنا، والتعادل ده كان كافي ان احنا نوصل لدور الثمانيه، لان احنا في الدور التمهيدي كسبنا ال3 ماتشات صاعدين بالعلامه الكامله. وامبارح اتعادلنا مع تشيك، والنهارده نتعادل مع الدنمارك اللي هي مش مجرد فريق كوره كده صغير، لا مدرسه كبيره جدا في كره اليد. وان شاء الله منتخب مصر، كل التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله اللي جاي افضل واحسن. والدنمارك النهارده لاخر الدقايق كانت متقدمه فرق 2. اخر التايم اوت بياخدوا المدرب بتاعنا واحنا متاخرين فرق جونين، بنخش بعد التايم اوت بنركز بنجيب جون، بياخدوا ضربة جزاء. طبعا التحكيم انتوا عارفين مصر تاريخها في كرة اليد احنا بنخسر بالتحكيم، وفي 2001 كان ممكن نوصل للنهائي لولا التحكيم ولولا اللي حصل. السبب في تغيير قانون كرة اليد في ان الكورة لو اتشاطت في وش الحارس اللاعب ياخد وقف ايديتين وممكن يطرد اصلا. النهارده كنا متأخرين فرق جونين لحد ما خد تايم اوت، ورجع تاني بعد التايم اوت جبنا الجون. خدوا ضربة جزاء صدها الحارس بتاعنا على مرتين، يعني اتشاطت مرة صدها، اترد التاني اللاعب شاطها صدها تاني، ورجعت لنا بقى، رجعت لمنتخب مصر. ردينا على طول بهدف التعادل وفضلنا بقى متعادلين لاخر دقيقة. خد تايم اوت برضو في الاخر واحنا متعادلين عشان يقول لهم، وقال لهم ما تشوتوش وما تهاجموش، عايزكم تحتفظوا بالكورة. وطبعا منتخب الدنمارك مميز بالاطوال، يعني اقصى لاعب فيه 199 سنتي، اقصى لاعب ده الاوزع اللي فيهم. لكن بفضل الله وفضل الجمهور وفضل تعب اللعيبه وفضل تعب المدربين وصلنا لدور الثمانية وبقينا في الثمانية الكبار، وده مكان مصر الطبيعي. حتى المنتخب الأول في آخر 3 بطولات بنوصل لدور الثمانية وما بيحالفناش الحظ. مرة نطلع من السويد، مرة طلعنا من كرواتيا، ومرة طلعنا من الدنمارك. وإن شاء الله منتخب مصر في البطولة دي هياخد مركز، إذا ما كانش هو المرشح الأول لكأس العالم للناشئين. احنا كسبنا الدنمارك سنة 93 في بطولة العالم، كان أول جيل يكسب كأس العالم لمنتخب مصر، والجيل ده اللي وصل اللي منهم لعيبة كتيرة ومع المنتخب الأول في بطولة 2001 لنصف النهائي. بعد ما لعبنا في دور الثمانية روسيا، جيل روسيا التاريخي ساعتها كان جيل تاريخي، في حارس اسمه لافاروف
كان واحد من اساطير حراسة المرمى وفي كرة اليد، وكان جيل تاريخي، كان فيه لعيبة عالمية، بس قدرنا نكسبه بفضل الله وبفضل تعب اللعيبة، وان شاء الله هنكسب وهنوصل للنهائي. شكرا، واستنوا الحلقة الجاية، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ودعم اللعيبة ودعم منتخب مصر. واللي يقدر يشتري التذاكر ويحضر الماتشات في أرض الملعب يبقى كويس.